هلا وهلا ويا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ عساكم تكونون بخير وصحة وعافية. ونبدي فيديونا لليوم روتيننا وبداية الصباح ما شاء الله، وبداية هذه الأمطار إن شاء الله أمطار خير وبركة علينا، اللهم آمين. وهنا يا حبايبي طبعا إحنا مطر ما شاء الله من البارحة دق ما وقف أبد، والحمد لله والشكر الله يديمها علينا إن شاء الله هاي النعمة. وأكيد ساعة تمطر وساعة تطلع شمس، ساعة تغيب، وهالشكل وظالين إحنا. حاليا هسه أنا جاي أسجل لكم، وتقريبا الساعة 5 والله عندنا مطر، يعني بعد مستمر المطر. وهنا يا حبايبي شوف، بعد ما وديت أولادي للمدرسة، وطبعا هم جاي يداومون، يعني ما عندهم امتحانات بعدهم، إن شاء الله على الأسبوع الثاني تبدي امتحاناتهم. والله يوفقنا، يوفق أولادي ويوفق أولاد الجميع، اللهم آمين. إن شاء الله يوفق أولادكم وتقر عيونكم بشوفتهم وهم ناجحين. وهنا يا حبايبي بعد ما نظفت البيت وكفكفت ولملمت أكيد وراهم، وانتم تعرفوني تقريبا هنا الساعة 10 شوية طلعت الشم، وهسه حبيت أفتح البيت وأبدل شلون تقولون الطاقة البي. وهنا الحمد لله بعد ما شوية داور الهواء بالبيت، الحمد لله اجيت أسدنه حتى أروح أسبح، لأن كان يعني يوم كلش متعب يا بنات، الحمد لله والشكر. وهنا بعد ما خلصت أكيد ومثل ما شفتوا طلعت لي هذه الملابس الصيفية، وبعدين لا والله ورا ما سبحت وخلصت حسيت روحي شوية بيها برودة، فطلعت عندي ملابس هيك تكون بهارية، يعني دافية حلوة. وهنا يا حبايبي اجيت اسوي قهوة حتى شوية اعدل مزاجي، لان تعرفون يعني جاي نمر بايام كلش شلون تقولون صعبة، يعني تعرفون بعد ضغوطات وامتحانات، ويعني الله ان شاء الله يعيننا كل احنا، وبعد تعرفون بهذه الامور. فالحمد لله والشكر. وهنا يا حبايبي أنا أحب هيك القهوة، مو تجينا وحدة وتقول قهوتك مو حلوة وقهوتك خفيفة لو ما بيها وجه، لا لا لا، أنا أحب هيك، أحبها خفيفة وما أحب بيها وجه أبد. بس هنا طبعا أنا مو من عشاق القهوة أبد، بس هيك حبيت شلون تقولون يعني أعدل مزاجي وأقعد راسي شوية. وهنا الحمد لله مثل ما تعرفوني أنا فترة الصباح أجي أحب أن أقعد بهذا الاستقبال، كلش أحب أنها استمتع يعني بالقعدة بيه الصراحة، لأن أحسها هدوء معزولة يعني شلون تقولون، وأكيد ما تحلى القعدة إذا ما بيها بخور. وهنا يا حبايبي كلش أحب أن هاي القناة، لأن ما شاء الله تطلع مسلسلات يعني قديمة عراقية أو مسلسلات تركية، فدائما يشوفوني أقعد عليها، كلش أحبها. وهنا طبعا طالعة منا وباشا من ما شايفها بينا، كل احنا شايفينها فوق الألف مرة كله، ويعني ونستمتع من نشوفها. وهنا يا حبايبي الحمد لله بعد ما خلصت القهوة مالتي أكيد اجيت وأحلي بهذا الكاكاو، طبعا هذا الكاكاو هم مرة لين ما دايت حليت بيها الحمد لله والشكر. وبعد ما خلصت وحسيت نفسيتي شوية ارتاحت جيت طبعا هنا أنا جاية أشر لكم، أقول لكم خليكم وياي وشوفوا الفيديو مالتي راح يعجبكم كلش. وهنا يا حبايبي أسوي لكم قلب. هنا الحمد لله بعد ما اجوا أولادي الحمد لله والشكر من المدرسة، سويت لهم ريوق على السريع. وطبعا ريوقنا لليوم طماطة قلي وعليها فلفل، كلش نحبها هيك احنا، يعني طماطة شوية تصير شلون بيها حرارة. وأكيد طبعا ما تحلى الريوق إذا ما بي حلاوة، بعد الكل يعرفني أموت على الحلاوة، كلش أحبنها طبعا. وأنا يعني من كنت طفلة أحب الحلاوة وما أتريق إذا مو حلاوة. هنا الحمد لله بعد ما خلصنا وكفكفت كفكفت الريوق وشوية راجعت لهم من دروسهم مالت اليوم اللي انطوهم. هنا أنا قمت طبعا أجهز الغدا، وهذه الغدا اليوم على طلب أحد متابعينا فدوى أروح لاسمها، طبعا هي آخذ من عندها الطاقة الحلوة وتدعمني بكلامها يعني، وتدعمني باللايكات مالاتها، وكلش أحبنها وعزيزة على قلبي. طبعا من زمان هي طالبتني خطية البرياني، بس والله يعني احنا الصراحة مو كل هاي وياه، فما نحبه لهالسبب ما نطبخه على طول. بس هنا خطية على طلبها حبيت أطبخ اليوم برياني. وطبعا هذه عندكم البرياني مال يعني بدجاج، وأكو عادي يسوونها بلحم وأكو بدجاج. وهنا أنا طبعا عندي صدور مال دجاج قطعتها بهالشكل مثل ما شفتوا،
وجهزت هذه الإضافات اللي أضيفنها على البرياني. طبعا احنا نسميه مو برياني، لا أسميه ريزو. وهنا يا حبايبي مثل ما شفتوا اجيت احمص شوية هذا الفستق. طبعا هذا الفستق خاص يعني مال طبخ، مو مال اكل، لا مال طبخ، يصير ماسخ كلش حلو طعمه. وهنا الحمد لله والشكر بعد ما حمصته شوية مثل ما شفتوا اخذ لون. طبعا هو ما يتلاحق عليه ما شاء الله، بس يحترق، بس الحمد لله يعني هنا لحقت عليه وقسم لا والله مثل بشوفة عيونكم. ويا بنات ما اسولف لكم على الطعام والشكل، صار كلش حلو. وهنا يا حبايبي اكيد هذه البوتيتا انا مقليتها على صفحة، وطبعا مثل ما تعرفوني اني اقلي بالقلاية الهوائية. وهنا الحمد لله والشكر بعد ما خلصت وحمصت دق السبال وضفت على هذه البوتيتا المقلاية اجي احمس شعرية. وهنا يا حبايبي الحلوين اجي احمس الشعرية بهالشكل طبعا، وشوية اخليها تاخذ لون، وبعدين اضيف لها ماي يعني حسب الشعرية اللي تستخدمونها انتم. اكو شعرية تحب ماي واكو لا والله تحب هيك شلون تقولين استكانة وتخلوا لها كلش كافي عليها. هنا بالنسبة لي انا لا والله شعريتي تحب الماي، اضيف لها ماي راح تنطيني الشكل اللي اريده. وهنا طبعا واني جاي اطبخ، جاي اراويكم المطر الحمد لله، ومستمتعة بالجو كلش، لان كلش انا من عشاق المطر، اموت على شيء اسمه مطر، كلش احبه. وهنا يا حبايبي بعدنا مستمرين وجاي اقلب بهالشكل الحمد لله. هنا بعد ما اخذت لون وصارت بهالشكل اجي اضيفا عليها ماي مثل ما قلت لكم. طبعا اضيفا عليها كشمش الاول واحمس شويه. وهنا أنا مثل ما تشوفوا لي الكشمش عندي منقع طبعا ماي دافي. يا بنات انا اكثر شيء الطبخات مالاتي انقعهن، يعني مو دائما تشوفوني اسلق. وهنا يا حبايبي بعد ما ضفت الكشمش على الشعرية اكيد واخليها تستوي ويا الشعرية، يعني سوا هي والشعرية بالماء، يعني نفس خليها يستوون عفوا، يعني لازم اسحق ما بيها مجال، يلا تحملوني. وهنا يا حبايبي اوزعها بهالشكل بالتاوة مثل ما شفتوني، واجيت هنا اضيف لها الماي. وشوفوا يا بنات الماي اللي ضفته الها يعني اقطيها مو كلش، لا هيك شلون تقولون اخليها يعني مستوى هيك، يعني شلون تقولون ضفت لها كوب مال ماي. طبعا يا بنات كل احنا الحمد لله والشكر بنات بيوت ونسوان معدلات، ومشهودة ان الحمد لله والشكر، وكل احنا معدلات. بس يا حبايبي اكو بيهن مثل ما قلت لكم كل فيديوهات اللي تفوت اكو مثل بنات خطية يعني بعدهن جدد على الشغلة فعادي يتعلمن. بالعكس انا اعلمكم انتم تعلموني، يعني طبعا مشكورات اكو بنات هواي علموني على طريقة مثل البامية قالوا خطأ، وبديت شوي يعني شلون تقولون يعني اطبخها مثل ما قالوا لي هن. بالعكس ما بيها شي، واكو هواي اشياء. وهنا يا حبايبي شفتوا ضفت البصل وضفت فصين ثوم فقط، ما اضيفن بعد عليها شي، بس بصل قطعته بهالشكل وثوم فصين. وهنا يا حبايبي اجي احمس الدجاج بهالشكل حتى تاخذ شلون تقولون تاخذ مونة البصل يعني تاخذها. ويا حبايبي حابة أشكركم طبعا متابعيني، كلش أحبكم وأموت عليكم، وكلامكم عسل ينزل على قلبي والله العظيم. اشقد يعني اشقد أقول لكم ما أعرف شنو أتكلم وأقول عنكم، والله العظيم قليل بحقكم. فدوة أروح لكم وما مقصرين وياي الحمد لله والشكر، وجاي تشوفون أنتم الأعداد جاي تصاعد الحمد لله. طبعا هذا بفضلكم وفضل تعليقاتكم الجميلة إلي وفضل كلامكم الحلو أكيد والله. واكو متابعين والله العظيم يعني ما اعرف شنو احكي وياهم او شنو اقول لهم، يعني التعليقات اللي يدزونه الي والكلام يخبل. طبعا هذا كل من يرد على اطباعه وعلى نفسيته الحلوة اكيد وعلى تربية اهله اليه. وهنا يا حبايبي اكيد نرجع لطبختنا،
وخذتنا السوالف وما عرف وين وصلنا بالطبخة. اجيت بعد ما شفتوا نشف الماي من الشعرية، اجيت ضفت عليه الجوز وضفت عليه البوتيتا المقلاية يعني مقليتها، ضفتها على الشعرية. وهنا يا حبايبي اجيت وضفت عليه هذه البهارات اللي انا سويتها وياكم امس، بس هذا طبعا يعني ضال قليل بهذه العلبة ففرقتها كلش. وهنا يا حبايبي شوفوا لي شلون الحشوة ما شاء الله صارت تجنن، وما اسولف لكم على الريحة مالت البهارات اللي طلعت. وهنا يا حبايبي الحمد لله والشكر خلصت الحشوة وطفيت اكيد النار عليها، وبديت احمس حتى اسوي التمن يعني اطبخه. وهنا يا حبايبي مثل ما شفتوا جيت احمس الدجاج مثل ما قلت لكم بالثوم والبصل، وهنا ضفت لها البهارات الكارو والكركم فقط، كارو وكركم. طبعا انا اضيف لها بعد بهارات بس ان شاء الله يعني بالفيديو يجيكم شوية شوية، فما احب احرق شلون تقولون احرق الفيديو قبل هيا ونعم. وهنا يا حبايبي شوفوا لي اللون يعني ما شاء الله بدأ يطلع شوية شوية. وهنا الحمد لله والشكر بعد ما اخذ هذا اللون اللي اريده اني اكيد، واخذت الدجاج طعم البصل صار بيها والثوم، اجي اطلعها ارجعها على الحشوة يا بنات. الدجاج طلعوه اكويهم لا يسلقونه سوا، يعني هو طبعا عندي هنا الصدر مال الدجاج مسلوق ملتهي يعني منتهين من عنده. وهنا يا حبايبي فقط اسلق ويا التمن. هنا طبعا يا بنات اني اسلق فقط الجزر اسلقه ويا التمن فقط، اكو بيهم يسلقونه ويضيفونه على الحشو عادي هم يصير، واكو لا والله مثل طريقتي يعني يقول لك ليش انا اسلق على صفحة الجزر والتمن، هو شو كله ماي واحد وملح واحد. وهنا حبيباتي شوفوا لي الدجاج وين خليته، ضفته على الحشو مالتنا واجيت اقلبها بهالشكل حتى كلها تتجانس مع بعضها وشي تاخذ طعم من شي. والله يا بنات ما اجامل وما اسولف لكم شلون صار طعم يجنن. ان شاء الله هسه بنهاية الفيديو راح يشوفون يعني هي. وهنا يا حبايبي مستمرة واقلب بالجزر عشان شوية شلون تقولون يذبل عندي، وبعدين اسلقه سلق. هنا شوية حمسته مثل ما شفتوا ويا البهارات والبصل، وما اعوفه علشان ما يحترق، اظل اقلب بيه بهالشكل منه على ما اشوف انه كلش يعني شلون تقولون ذبل. بعدين اضيفن عليه الماي مثل ما جاي تشوفون. طبعا هذه خطوة بخطوة ابد ما قطعت التصوير، حبيت يعني كلش حتى تستفادون من عنده. وان شاء الله يا حبيبتي تشوفين هذه الطريقة وما يعجن بعد عندك مطبق البرياني ان شاء الله، وراح تمشين على هذه الطريقة وراح يصير عندك ادمان ان شاء الله. وهنا يا حبايبي بعد ما شفتوا اخذت فورة الثانية اضيف عليها التمن. طبعا التمن مغسول ومنقوع قبل بفترة. وهنا يا حبايبي هذه البهارات اللي انا سويتها وياكم امس، شاركتكم الطريقة شلون، وطبعا اكيد كلها سئلت عليها وهم تعليقاتكم كلش حلوة. وهنا طبعا ضفت عليها فلفل حار. يا بنات الفلفل الحار اضافة مهمة كلش يعني ينطج طعم للاكل مالتك كلش، لان هو هذا البرياني اصله هندي فحلاته بالحار، يعني اذا سويتي سبايسي راح يصير كلش حلو. وهنا يا حبايبي نرجع على البهارات مالاتي. طبعا يا حبيباتي يصير عادي للبرياني مطبق دجاج، يصير مطبق سمك هم تضيفين على الحشو مال السمك هم كلش حلو. وهنا بس شوفوا لي يا بنات بعد ما بدأ ينشف شوية الماي خليت الحشوة ضفتها على التمن، ضفت الحشو. وهنا يا حبايبي اخليه يسبك على نار هادئة كلش بحيث ينشف التمن على راحته. وطبعا هنا تذبل عندي هذه الحشو كله يذبل عندي سوا، لان شنو هو جاي شلون تقولون يطبخ على البخار مال التمن. وهنا اوزعه بهالشكل بالجدرية علشان كله يعني يذوب. وهنا شوفوا لي يا حبايبي رجعت القبق عليه يعني ما شلته وخليت بيه فتحة هيجي صغيرونة، شوفوا شلون جاي اراويكم. وهنا خليت على نار هادئة واجيت اسوي وياه زلاطة. وطبعا انتم مثل ما تعرفون يعني هو
تخلون ويا عفوا زلاطة، تخلون ويا زبادي، يعني كلش حلو، ينطي طعم وإضافة حلوة. وهنا يا حبايبي الحمد لله بعد ما استوى عندي التمن كلش ونشف من الماي وصارت الحبة بحبته ما شاء الله بتشوفولي. وهنا اجيت اخلط كله، يعني اخلطه سوا. وهنا شوفوا لي يا حبايبي ما شاء الله لا عجن عندي ولا ابد، وظلت الحبة بحبته ما شاء الله، يعني وشون تقولون الشعرية متكترة عن التمن، احنا هيك نقول كلش حلو. وهنا بعدني طبعا مستمرة انا بالتحضيرات، وسويت رق وبطيخ، وسويت هذه الزلاطة كلش حلوة يا بنات، الزلاطة ويا تنطي اضافة كلش حلوة. وهنا اجيت افرق بهذه الطوس، وهنا شوفت عيونكم جاي اجهز شوية شوية على ما شلون تقولون اخلص يعني تجهيزات الغدا، حتى بس يجوا يحسوني بخير وسلامة نصب الغدا، انا اصبه ما عندي شي. الحمد لله هذا الزبادي، واللي ما يعرف الزبادي طبعا اسمها روبا. وهنا بعد ما صبيته والحمد لله والشكر وقدمته بهالشكل يا بنات، وشوفوا لي يعني هي المناظر تتكلم، بس مع الأسف تليفوني ما ينطي شي حقه. وهنا يا حبايبي الحمد لله، والله يشبع إن شاء الله كل جوعان، والله وألف عافية علينا وعليكم، وإن شاء الله يا ربي تستفادون من هذا الفيديو، راح تاخذون من هذه الطريقة وإن شاء الله تستفادون من عندها. وهنا يا حبايبي شوفوا يعني عادي تاكلينه ويا الروبة، تاكلينه ويا الزلاطة كلش حلو. وهنا شوفوا لي يا حبايبي الحشو مالته ما شاء الله مبين، والدجاج شوفوا إلي شلون ذايب ذوب، ومثل ما قلت لكم الدجاج يعني أنا سالكته مسبقا، واللي هنا اللي هنا وروتينا بدأ يخلص ومع السلامة. ولا تنسوني باللايك والاشتراك، وكلش أحبكم، وإن شاء الله ما قصرت ويا أحد.